نحن دايما نقولوا اليوم عنا كنا جايين كمؤتمرين بالصفات وكمنخرطين في حزب الاستقلال. لذا يعني بعد التوافقات نتفاجأ بمجموعة من البلطجية حاملة معها البيض وحاملة معها المياه وحاملة معها الصور حمدي ولد الرشيد. نحن حمدي ولد الرشيد لا مكان له في جهة الداخل وادي الذهب. نحن اللي مثلنا هون الخطاط ينجا والمنسق الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب، ولا يمكن يرتد لنا صورة واحد في جهة ثانية، لا للبلطجية ولا للتبعية ولا للهمجية. ولذا الناس باغيه تحاول باش تخسر المؤتمر. فتحنا المجال للمخالطين، لذا نتفاجأ بأحزاب أخرى معمرة من هالقاعة، وواحدين من المواطنين معطيالهم الفضة جاوا هون باش يديروا البلطجية. لذا نتبرى من ما حدث في هذه القاعة، والكل يتحمل. كان عندنا توافق حسب ما سمعنا، ولكن يظهر أن التوافق يعني المسؤولين على التوافق ونستثني منهم الخطاط. المجموعة الأخرى جابت مجموعة من الأحزاب الأخرى. نتفاجأ بوجوه جديدة لا علاقة لها بحزب الاستقلال. نتفاجأ بمجموعة من الشباب البلطجي اللي ما يعرف يتكلم، يعرف أن لا يخبط ويدقدق وينفخ. لذا نحن ندور الحزب ينعقد في ظروف ملائمة، في ظروف فيها الأمان. ولذا نطالب بعقد إلغاء هذه المؤتمرات اليوم، واقتصارها على الناس اللي عندها الصفة فقط. اللي عنده الصفة يحضر، واللي ما عنده الصفة يمرق. ما هذا هو اللي طالبين. ورانا متبريين من دي الناس اللي بغات تتشود، ومتبريين من دي البلطجية اللي راهم جايبينها الناس أعداء الخطاط، عارفين الرسم وجابوا دي البلطجية وكونوها من مجموعة من الشباب، شي سكران وشي ما عنده العقال وشي يبطش العلايات وشي يلفخ. احنا رانا نابذين هذا العنف ولا راضيين به ولا قابلينه، ونتبرى من ذا النوع من الناس. خارج واحد سولته قلت له علاش ترفع عنا صورة حمدي هون؟ قال لي يا سيدي حمدي منسق الجهات الجنوبية الثلاث. حمدي منسق الجهات الجنوبية الثلاثة ما هي في القانون الأساسي، ونحن رفضناها وقلنا عن جهتنا عندها استقلاليتها، ولا يتابع الحمدي ولا يتابع الحد، وعندنا شروطنا، ولا ما تحققت شروطنا رانا ما عندنا ما نديروا بمؤتمر ولا عندنا ما نديروا بحزب. نحن خطاطيون وبدون حزب الاستقلال. نحن خطاطيون لا استقلاليون. الحزب ما هو جايب شيء، اللي جايبينه رجالته. نحن مع الخطاط اسوى من ينقاس، والخطاط قوي الخطاط صعب عليهم، صعب في المعادله. جنوا ما تعرفين شي عدلوا، عارفين عنهم ما بدا يحصلوا على صوت ولا بدا يحصلوا على شيء، وعادوا يخربوا. نحن لا مع الخطاط. واشكرك.